فريق المليار، ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ مالك يا بابا؟ ايه اتعدلت تاني؟ رجعت تتنقط؟ هنعمل لك احنا بقى في دي ايه بقى؟ دي بقى الدولة مش هينفع تعمل لك حاجة، الدولة مش هينفع تلعب معاك، يعني الدولة تديك فلوس تفتح لك قيد من غير ما تكون مسدد تلعبك في استاد القاهرة من غير ما تكون دافع تجيب لك صفقات من حيث لا ندري لكن مش هينزلوا يلعبوا معاك في الملعب. وانا ما قلتلكش مش المال الحرام ما بيدومش؟ انت ولا ليك شكل ولا طعم ولا لون ولا جناحات شغاله ولا وسط ملعب شغال، ولا هو الواد بتاع اكوا فينا اللي نزل الاسود الصغير ده الوحيد اللي عمل حركه ولا حركتين. غير كده يا باشا انا مش شايف لك شكل، مش شايف لك طعم. انا قلت يا باشا انت خامس وسادس مستريح يا ابني، مش احنا الناس اللي تقعد تعمل عليها رياكشن، دي مصيبه. ده انت هيغسلوك دلوقتي. كنت احترمت نفسك لما انا اتعادلت وحطيت لا مؤاخذه في بقك وسكت، انما انت اللي جبته لنفسك. ما بيقول لك الخلفه العار تجيب لاهلها الشتيمه. ده هيمرجحوك دلوقتي يا عمو. انزل يا بنس من على الصداره يا بنس، انزل يا كلب. انت صدقت يالا؟ انت عامل زي الفراش اللي بيستنى مدير يكون مش موجود يقعد على المكتب كده يقول لك الله ايه القعده الحلوه وايه القعده الجميله دي، هو عمال ينظف. اول ما يجي المدير يقوم مستخبي على طول. انت عملت زيه كده بالظبط. على مكانك يا واطي، على الكرسي بتاع الفراشه بره، روح اقعد عليه زي ما كنت.